يا رجاله احنا الحق المبين. الخوف ملوش مكان في قلوبكم. مصر امانه بين ايديكم. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. تخيل معايا انك ماشي في شارع هادي والدنيا رايقه، وفجاه تلاقي 5 عربيات سودا بتهدي قدامك، وينط منها رجاله لابسين لبس مموه وشايلين اسلحه تقيله ووشوشهم مش باينه، وفي لحظه واحده يختفوا جوه عماره قدامك وكانهم اشباح. مين دول؟ دول مش ممثلين في فيلم اكشن ولا مشهد من لعبه بلاي ستيشن، دول فرقه البلاك كوبرا المصريه. ايوه، اسم تقيل وشغل تقيل. الفرقه دي مش مجرد وحده خاصه، دي قوه ضاربه، الذراع الحديديه لوزاره الداخليه. وعلشان تفهم هم مين وبيعملوا ايه بالظبط، وتعرف ازاي فرقه مصريه بقت بتصنف من اقوى الوحدات على مستوى الشرق الاوسط، يبقى لازم تكمل معايا. ركز معانا في الفيديو وصدقني هتنبهر. بس الاول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان الحلقات الجايه هتكون اقوى. بالمناسبه على سيره الحكايات، احنا بدأنا قناه جديده اسمها الحكايه كده، بنحكي فيها كل الحكايات الغريبه والعجيبه اللي حصلت واللي لسه ناس كتير ما تعرفهاش. لو بتحب القصص الغريبه والمواضيع اللي بتخليك تقول مستحيل، يبقى لازم تزور القناه وتشترك. هتلاقي الرابط تحت في الوصف. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعامل مع ناس كبار. مين هم البلاك كوبرا؟ البلاك كوبرا أو الأفاعي السوداء هي وحدة خاصة تابعة لقطاع الأمن المركزي، تم تأسيسها بشكل رسمي في 2018، لكن في ناس بتقول إن الوحدة دي كانت شغالة من قبل كده بسنين بس تحت أسماء تانية. ولما الوضع الأمني اتغير والتحديات كترت، الدولة قررت تعيد تنظيمها وتسليحها وتدريبها على أعلى مستوى. الفرقة دي مهمتها محددة: مواجهة الإرهاب وتنفيذ عمليات نوعية في مناطق عالية الخطورة، والتعامل مع التهديدات المفاجئة، وتأمين البلاد ضد التنظيمات المتطرفة. هو ليه اسمهم البلاك كوبرا؟ عارف الأفاعي السوداء؟ سريعة، ما بتصدرش صوت، وسمها قاتل. نفس الفكرة بالظبط. الفرقة دي بتشتغل في صمت وبتقضي على الهدف قبل ما يحس إنه في خطر، وده مش كلام نظري، ده واقع شفناه في عمليات كتير. إيه اللي بيميزهم؟ أول حاجة التدريب بتاعهم بيتوصف بتدريبات الجحيم، تدريبات قاسية جدا في الصحراء وفي الجبال وفي البيئات الصعبة، واللي ما ينفعش يدخلها غير محترف. تدريباتهم قريبة جدا من تدريبات فرقة السيل المصرية، واللي بدورها بتاخد من تكتيكات قوات النيفي سيل الأمريكية. بيتمرنوا على حرب الشوارع والاشتباك القريب واقتحام المباني والتأقلم مع أي بيئة، سواء صحراوية أو سكنية أو حتى مائية. بيتدربوا في البحر والجو والبر، يعني ممكن تلاقيهم بينزلوا من طيارة أو بيغطسوا من لانش أو بيزحفوا في رملة سينا. لو حبينا نقارن، فالبلاك كوبرا في مصر شبه قوات سوات في أمريكا، لكن بلمسة سيل مصرية، بمعنى إنهم مش بيقتحموا، لا دول بيتسللوا ويراقبوا وبيخططوا وبينفذوا بخفة ودقة. قوات السيل المصرية بتركز أكتر على عمليات القوات المسلحة، لكن البلاك كوبرا هي دراع وزارة الداخلية. أما بقى لو هنتكلم عن قوات عالمية زي الدلتا فورس الأمريكية أو SAS البريطانية، فهنلاقي إن البلاك كوبرا بدأت تتجه لنفس نوعية التدريب، خصوصاً في السنوات الأخيرة، وده واضح من المعدات والأسلحة اللي بيستخدموها. الأسلحة والتقنيات، الفرقة دي مش بتستخدم أي سلاح والسلام، دول معاهم بندقية AK-103 الروسية، النسخة المطورة من الكلاشينكوف، والM4 والM16 الأمريكية، وMB5 الألمانية، والFNB90 البلجيكية، وقنابل يدوية وأسلحة اقتحام وأجهزة تشويش ومراقبة حديثة جداً. وكمان اللبس بتاعهم بيتغير حسب المهمة، يعني لو داخلين منطقة زراعية بيلبسوا شبه العشب علشان يندمجوا مع الطبيعة، ولو في الصحراء بيلبسوا بلون الرمل، وده بيخليهم أشبه بالحرباء اللي بتغير لونها علشان تقتنص الفريسة.
نخش بقى في الجد شوية. تعال أقولك على شوية مهمات نفذتها فرقة البلاك كوبرا، وكل واحدة فيهم كانت كفيلة إنها تبقى فيلم أكشن كامل. خلية المعادي. المعلومة جت من مصدر موثوق، في عنصرين إرهابيين من أخطر المطلوبين ومستخبيين في شقة سكنية في شارع جانبي في المعادي. الأجهزة الأمنية كانت متابعة تحركاتهم من فترة، لكن المعلومة دي كانت حاسمة، وتم استدعاء فرقة البلاك كوبرا وبدأوا في التخطيط. محدش دخل مباشرة. الأول تم عمل مسح كامل للمنطقة باستخدام طيارة درون صغيرة، وتحددت النوافذ والمداخل وخطط الهروب. الفرقة اتقسمت ل3 مجموعات: مجموعة التسلل، مجموعة التأمين، ومجموعة الاقتحام. أول ما الفرقة قربت من العمارة، الإرهابيين شافوا الحركة وبدأوا يضربوا نار بشكل هستيري. الاشتباك استمر 6 ساعات، 6 ساعات كاملة من رصاص ومنورات وقنابل صوتية وتشتيت، واستغلال لطبيعة العمارة علشان يمنعوا أي هروب. وفي الآخر تم تصفية الهدفين وضبط 3 قذائف RPG وحزام ناسف كان هينفجر بأي لحظة، وبنادق آلية وكميات كبيرة من الذخيرة. واللي بيأكد خطورة العملية إن الشقة نفسها كانت مفخخة بأسلاك متفجرة، لكن خبرة رجال الفرقة منعت كارثة محققة. معركة الأميرية إبريل 2020. العملية دي حصلت في وقت كان في حظر تجول، ومصر كلها مركزة على أزمة كورونا. في التوقيت ده وصلت للأجهزة الأمنية معلومة بوجود خلية إرهابية في شقة سكنية في حي الأميرية بالقاهرة، وبيخططوا لعمليات كبيرة تستغل انشغال الدولة بالجائحة. فرقة البلاك كوبرا اتحركت بسرية تامة من مديرية أمن القاهرة، ومعاهم ضباط من الأمن الوطني. وأول خطوة كانت مراقبة دقيقة للمكان، ورصد عدد الأفراد، نوع التسليح، والأهم نقطة الضعف. بدأت العملية الساعة 4:15 عصراً. الفرقة اقتحمت العمارة من مدخل خلفي، وكان الهدف هو ضبطهم أحياء لو أمكن. لكن أول ما الإرهابيين حسوا بالحركة بدأوا إطلاق نار كثيف. في لحظات المكان كله بقى ساحة حرب. للأسف الرائد محمد الحوفي من أبطال الأمن الوطني استشهد أثناء تأمين زملائه، لكن بعد اشتباك استمر لأكتر من ساعة تم القضاء على عناصر الخلية بالكامل، وضبط شحنة متفجرات كانت كفيلة تدمر حي بالكامل. العملية دي ما كانتش بس ضربة أمنية، دي كانت ضربة نفسية للتنظيمات الإرهابية، إن حتى في عز الأزمة الأمن صاحي وبيقول لهم إحنا ليكم بالمرصاد. خط الإسماعيلية كان بيتم تسميته في الإعلام بالشبح، مجرم خطير جدا بيتنقل بسرعة وعمره ما اتقبض عليه قبل كده. المتهم ده كان بيخطف ويسرق ويقتل ويهرب في نفس اليوم، أكتر من 10 بلاغات في شهر واحد، واستشهاد ضابطين حاولوا يقربوا منه. المعلومة جت إنه مستخبي في بيت مهجور في طريق ترابي وسط الزراعة بين الإسماعيلية والشرقية. فرقة البلاك كوبرا دخلت بسيارات دفع رباعي في صمت ومن غير أي أجهزة إنذار. في أقل من 5 دقايق تم تطويق المكان بالكامل وبدأت المداهمة. المجرم كان مسلح ببندقية قنص وحاول يصيب ضابط، لكنه تم إسقاطه في ثواني بعد تبادل محدود. العملية كانت نظيفة وسريعة، وبتوضح إزاي إن البلاك كوبرا مش بس بيمسكوا إرهابيين، دول بيصفوا مجرمين مافيا من النوع التقيل. تطهير أوقار في شمال سيناء. الصحراء هناك مش بس رملة، دي متاهات وجبال وكهوف وأنفاق. لكن فرقة البلاك كوبرا اتحركت مع الجيش في واحدة من أصعب العمليات في 2020. تم رصد 7 أوقار لعناصر إرهابية متوزعة في جبل الحلال وأماكن حوالين الشيخ زويد. المعلومة كانت إن العناصر هناك بتصنع عبوات ناسفة وبتجهز سيارات مفخخة. الفرقة نزلت بالمظلات في أماكن محددة ونفذت اقتحامات متزامنة، وده كان سر النجاح. تم القضاء على 8 إرهابيين وتدمير سيارتين مفخختين وضبط عبوات C4 ودوائر كهربائية للتفجير عن بعد ومخازن ذخيرة. اللي كان مفاجئ وقتها إن واحد من اللي اتقتلوا كان ليه علاقة بتفجير كمين البطل 14 سنة 2019. الأرقام بتتكلم. ما بين 2018 و2020 تم القضاء على 107 بؤرة إرهابية، وتم القبض على 9988 متهم خارج عن القانون. في 2019 تم القضاء على 57 بؤرة إرهابية في الصعيد وإحباط عمليات في الواحات. كل الأرقام دي موثقة في تقارير حكومية رسمية. تحدياتهم. الفرقة دي بتواجه صعوبات ضخمة زي الطبيعة الجغرافية الصعبة زي جبال سيناء أو الصحراء الغربية، الأسلحة المتطورة اللي بقت في إيد التنظيمات، الهجمات المفاجئة اللي ممكن تحصل في أي وقت. بس بالرغم من ده كله الفرقة دي دايما جاهزة. قائدهم قالها بكل ثقة: اللي هيقرب من مصر هنشيله من على وش الأرض. غير التدريب والتسليح في سر مهم: التفكير بعقلية الخصم. يعني الجندي بيتدرب إنه يتوقع خطوة الإرهابي قبل ما تحصل،
وده اللي بيخليهم دايما سابقين بخطوة. طيب بعد كل ده إيه المستقبل؟ الفرقة بدأت تدخل تكنولوجيا أكتر في شغلها، زي الطيارات المسيرة، الدرونز للمراقبة، وأجهزة رؤية ليلية وحرارية، وتحليل البيانات والمكالمات. ومع التطوير المستمر ممكن نشوف البلاك كوبرا في المستقبل كفرقة تدخل في عمليات خارج حدود مصر لو لازم الأمر، خصوصاً لو في تهديدات تمس الأمن القومي. في النهاية اللي بيحصل جوه فرقة البلاك كوبرا مش دايماً بيتعرض في الإعلام، لكن كل ما نعرفه عنهم بيأكد إن في رجالة في ظهر البلد دي بيشتغلوا في صمت وبيدفعوا حياتهم تمن للأمان اللي احنا فيه. الناس دي مش بتتصور سيلفي وسط النيران ومش بتفتخر على السوشيال ميديا، دول بيضحوا وبيشتغلوا وبيتحركوا في الظل. وصدق اللي قال أنه من يعمل في الخفاء يكون الأشد خطراً على الأعداء والأعظم نفعاً للوطن. دي كانت حكاية البلاك كوبرا. لو عجبتك قول لنا تحب نكمل فين المرة الجاية، في فرقة تانية ولا مهمة معينة. وافتكر دايماً في ناس بتحميك من غير ما تعرفهم، بس لما تعرفهم مستحيل تنساهم. بس كده، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكراً إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم.